السلام عليكم خواتاتي خياتي، كي راكم؟ ان شاء الله قاع تكونوا غايه وبصحه وعافيه يا ربي. اولا نقولوا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. رجعت لكم فيديو جديد وروتين جديد لشهر اكتوبر. الشهر تاع اكتوبر راح يبدا عندي من 10 اكتوبر ويكمل حتى 10 تاع نوفمبر. اللي متبعني هذا ويعرفني، يعني تعرفوني انه الشهر تاعي مقسمته على 10 ايام الاولى، وعشر ايام الزوجه، وعشر ايام الثالثه. كل 10 ايام دارت لها 300 الف. هكا راني نعاود لكم باش الناس اللي التحقت بينا جدد ديجا راني في البدايه. ان شاء الله اللي تشوف الفيديو تاعي نقول لكم ارواحوا عندي ومرحبا بكم. نقاسم معكم روتينات اليومية والمصروف تاعي، ولعائلة متكونة من 3 تاع الناس، انايا وراجلي والزوج ويعني ولدي الصغير. خاصة للناس اللي راهي كارية وقع. نقول لك كيفاش يعني تتصرفي، ولا كيف نعطيكم انايا المصاريف اللي نصرفها واللي تكفي لي عائلة ل3 تاع الناس. المهم كي قلت لكم دايره 300 الف تاع 10 ايام، 100 الف تاع خضره، و100 الف تاع الدجاج، و100 الف تاع الفواكه. المهم ديت هذيك الصوميل تاعي ورحت نشري الخضره. شوفوا انا كي رحت نشري ما كنتش وحدي، يعني ما كنتش الاز. كانت معايا وحدك شغل، ما درتش بزاف وما سقسيش بزاف على الاسعار وكاع شغل هكا. كي تكوني معنا وحده ما تضليش تجري فيها وتدي فيها من بلاصه لبلاصه، كي عارف راكم عارفين. يعني شغل دخلت الحانوت وقعدت نشري. المهم مانيش عاقله على كاع الاسعار واش شريت، لكن نعطيكم يعني الخضرة شحال جاتني وشحال بقالي منها. المهم كنت جبت كيلو بطاطا كانت دير ب7 آلاف. جبت جوج حبات هو الدنجال جبته تاني ب8 آلاف. جبت ربطة قزبر. جبت هنايا تاني تقريبا كيلو هكا ولا ماشي كيلو، ما خدش بانت لي هذه ماشي كيلو تاع طوماطيش. جبتها ب8 آلاف، كانت شويه غاليه يعني. وفي بلاصه اخرى كي رحت درت لقيتها ب6 آلاف. جبت تاني شويه زروديه وشويه باربه، ما نش عقله عليهم شحال. المهم رفدت ووزلي وراس السلطه هادو استقاموا لي ب32 الف. كي رحت لبلاصه اخرى لقيت الحار. انا كانت عجوزي وصاتني عليه، لقاني عطاني شكاره معمره حار ب5 آلاف. يعني خليت لها هي تبغي الحار، خليت لها واش بقى وجبت هذه الشويه. المهم تاني لقيت الفلفله لقيتها ب6 آلاف. شوفوا كان وقت العصر وقريب المغرب، يعني على هذا وتكم روحوا مع العشيه راح تلقاو الخضره بزاف موانشة. وجبت معاها يعني 5 حبات ولا 4 يعني بصل. لقيته ب2005. يعني كان عندي انا البصل وزدت شريت ما بين البصل والفلفله استقامت لي، والحار يعني استقاموا لي ب15000 15000. مجموع الخضرة كامل استقامت لي ب47 ألف. واش بقى لي من الخضرة كنت شريته مصروف يومي هكا باش يكون على بالكم. الدجاج جبتها ب100 5005. يعني 100 على الدجاجة لقيتها راحت. عاد كما نقولوا زدت عليه هذيك 5000 من المصروف تاع الخضر. شوفوا نعطيكم هكا التفاصيل باش تعرفوا كل حاجة صرفتها من وين اديتها. يعني انا يشوفوا كي نحط 300 الف تاع خضرة ولا تاع خضرة وفاكهة والدجاج وكاع، نبغي نخليها نيشان ليها. ما نبغيش كيما نقولوا نزيد من عندي، ولا الا اذا كفاتني وطرحت فيها البركة اللهم بارك. وإلا ما كفاتنيش وكانوا جاو عندي ضياف ولا اكيد بلي غادي نزيد على هذيك 300 الف. هذه حاجة مفروغة منها، فهمتوني؟ كيما نقولوا كيما كنقسم انا المصروف تاعي كل حاجة نبغيها تروح لبلاصتها. بقالي منها تبارك الله، ما بقاليش راح نزيد عليها. فوالا هذه هي الفاكهه تاع هذيك 10 ايام. ما كنت شريت لخاطش كيما قلت لكم ما كنتش وحدي، وماشي هذيك البلاصه اللي موفر نشري منها الفاكهه، لهذا ما شريتش.
الغدوة من داك كيما تعرفوا يعني الخضرة نبغوا نستفوها ونقوها. كيما شفتوا كنت مسحتها ودرتها في لي بواط. انا هكا نحافظ على الخضرة تاعي باش تبقى لي هذيك ال10 ايام اللي شريت فيها الخضرة. هنايا تاني الباربة كنت غسلتها وقطعتها ودرتها طيب. الفلفلة هنايا جبتها تاني غسلتها ونشفتها وشويتها. هنايا الفلفلة راح نصبرها، يعني ما غاديش ناكلها باسكو كانت عندي الفلفلة يعني في الكونجلي منقية ومقطعة وكاع. هذه قلت نديرها سلطة مشوية ونديرها في بلارة ونصبرها ونخليها في بيت العولة. نهار اللي نحتاجها نجبدها. دوك نوري لكم الطريقة. المهم واش بقى لي من المصروف تاع 100 تاع الخضره. كيما قلت لكم الخضره هذه جاتني ب47,000. اسكو هذه الخضره واش بقى لي منها؟ كنت شريت 6000 حليب، زوج شكاير حليب ب6000. كنت شريت الخبز، زوج تيبانات خبز. كنت شريت منها 3000 جامبو، 5000 تاع هذيك الدجاجة اللي زدتها. المهم شريت منها تاني 5 كيلو سميد ولي كيسات تاع الكاطو و بيطاج هكا وحلوى لولدي وكاع. المهم جاتني ب100,000. يعني هذاك الصرف واش بقالي من الخضرة كنت خليته للمصروف اليومي. انا هكا نتصرف. نشري الخضرة قيسي قيس روحي اللي نعرفها بلي تكفيني. واش بقالي منها هذيك 40، هذيك 30، هذيك 26,000 ولا واش بقالي من الخضرة ان كيما نقولوا نخليه للمصروف اليومي ما بين الحليب ولا الخبز ولا حاجه كيما هكا. المهم كيما قلت لكم انا هذا المصروف دايرته لعائله صغيره. ممكن انا هذيك الكونتيتي تاع الخضره اللي شريتها ما تكفيكمش لعائله تكون كبيره. مثلا انا هذاك الكيلو تاع البطاطا اكيد رغم انه عائلتي صغيره لكن ما غاديش يكفيني ل10 ايام. يعني باينه بلي غادي نزيد عليها شويه. فوالا هكا راني نحكي لكم التفاصيل باش نكون صادقة معاكم، باش نقول لكم اذا هذيك 100,000 صح راهي تكفيني تاع الخضرة ولا ما تكفينيش. كيما الدجاج تاني نقسمها على نقسم على هذيك 10 ايام. كيما نقولوا نهار ندير ونهار ما نديرش. فوالا هذه هي. الله غالب علينا كشغل محتمه باش نديرو هكا باش نقدروا نعيشوا باش نقدو نكرو يعني انا هذا هو كيما نقولوا طريقتي في المصروف. ممكن لعل وعسى وحده كيما انا راهي كاريه عائلتها صغيره ممكن تتابع كيما نقولوا الطريقه تاعي وتعجبها وتخرج عليها. حاجه الزوجه انا في هذيك 10 ايام تاع 10 اكتوبر جاء عندي يعني ظرف طارئ في دارنا. يعني كنت رحت قعدت قريب 6 ايام ولا 7 ايام يعني في دارنا. بمعنى هذيك الخضره ما استهلكتهاش كاع. كنت واش كليت منها؟ كنت كليت منها هذيك السلطه. كنت كليت منها يعني 4 حبات ولا 5 تاع بطاطا. كنت كليت منها تاني حبيبات طوماطيش. وكنت اكليت منها الباربه. يعني الباربه ما جبتش بزاف، جبت قد يا ربي كيما نقولوا قد فطور وعشاء. قد ما نقسمها بين زوج خطرات ونديرها سلطه تاع فطور وعشاء. واش بقى لي من هذيك الخضره؟ كنت خليتها في لي بواط تاعها كيما راها. هذيك 5 ايام ولا 6 ايام هذيك الزروديه ولا والدنجال والقزبر تاني كنت ربطت القزبر غسلتها ودرتها في الكونجلي. يعني قعدت كيما راها. البطاطا كيما قلت لكم كنت استهلكت منها كانوا باقيين واحد 3 ولا 4 حبات بطاطا. البصله كانت شويه باغيه تخسر. البصله والطوماطيش كنت تاني قطعتهم. الله غالب كنت مقلقه ما صورتكمش. درتهم شغل تكتشوكه ودرتها في بلاره ودسيتها يعني في الفريجيدير. من بعد يعني كيما نقولوا نستهلكها ولا نستعملها هكا في المحاجب ولا حاجه. فوالا هذه هي
عطيتكم كل شيء بالتفصيل، يعني واش بقالي واش ما بقاليش. الان دروك رانا في العشر ايام الزوجه تاع شهر اكتوبر، ومازال ما شريتش الخضره تاع شهر تاع العشر ايام الزوجه من شهر اكتوبر. هنايا السلطه تاع السلطه المشويه تاع الفلفله، هذه راح نصبرها وندسها في بيت العوله. كنت كما شفتوا غسلتها ومسحتها ودرت لها الزيت وشويتها، وشويت معها تاني الفلفله، الطماطيش والثوم، نقيتهم ورحيتهم في الروبو. هنايا كان عليا المغرب، يعني لا غالب تصويره شويه شغل ناقصه. ومن بعد هنايا البلاره تاعي تاني جبتها ودرتها في القدره تاعي وخليتها تغلي. بعد ما غلات شغل عقمتها، خليتها تنشف، وجبت وهي حاميه، يعني البلاره تاعي وهي حاميه درت لها فرغت فيها هذيك الفلفله اللي كنت رحيتها في الاشوار، وبلعتها مليح، وعاودت رديتها في هذاك الماء اللي كانت تغلي فيه شغل تغلي كيما نقولوا باش هذاك البلاع كيما نقولوا يتصبر، وكيما نقولوا هذاك النفس اللي تكون داخل ما تبقاش في البلاره تاعك، وتخليها تغلي في القدره يعني 20 دقيقه، وتجبديها وتقلبيها هكا على طرشونه ولا سربيته وتخليها. هذه الطريقه تاع التصبار، شوفوا هذه الطريقه ما تحتاجوا فيها في كونجيلاتور، ما تحتاجوا بها حتى حاجه، تخليها غير في البلاكار تاعك من تحتها في البوطاجي، ولا راح تقعد لكم تقريبا حتى 3 سنين. وقت ما بغيتي تحليها ما غاديش تفسد. هذه الطريقه شغل اللي هو غادي يخرج كامل من هذيك الفلفله وهذيك البلاره، ما يبقى فيها والو، شغل تبقى معلبه كي شغل راكي شريتها من السوبيرات ولا. شوفوا كي تحلوها تسمعوا هذاك الصوت تاع ديك الطرطقه هذيك تاع البلاع تاع البلاره، بمعنى كي تحليها تلقايها جديده ما خصها والو. انا صراحه هذه الطريقه نستعملها كل ما طيح عندي حاجه صغيره، يا لو كان كيما قلت لكم بصله وطوماطيش كانت باقيه عندي، ما بغيتش نروح ونخليها تخسر لخاش انا ساكنه وحدي، قطعتها ودرت لها نفس الطريقه وطيبتها تشكشوكه ودرتها هكا في بلاره كيما هذه وخليتها. نهار اللي نحتاج نبغي ندير محاجب ولا نلقى التشكشوكه تاعي واجده حاضره ناضره طايبه ما حامضه ما دايت لي بلاص في الكونجيلاتور ما والو. هذه طريقه صراحه ديتها من عند في داري في داري وصفات مفيده في داري، هي تصبر كل حاجه ودير بيت العوله. لا بغات تبقى لك حبه بصله روحي صبريها ديريها تشكشوكه وديريها في بلاره راح تلقايها. لازم المراه تكون كيما نقولوا مدبره، ماشي كيما نقولوا مبدره. تعرفي كيفاش تستغلي الخضره تاعك، تعرفي كيفاش وانت تدسي وانت تاكليها وانت تعرفي تشري ديك الحاجه. وهذه هي ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يكون عجبكم. اذا عجبكم الفيديو تاعنا تاع اليوم نقول لكم ما تبخلونيش بجام، وقارعوني في المشتريات الزوجة تاع 10 أيام الزوجة تاع أكتوبر، وإلى الملتقى إن شاء الله.